استاذ مجدي مجاهد، مرشح عضوية نادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي. اهلا بيك واهلا بكل المقيمين على موقع اسماعيلي. استاذ مجدي مجاهد، الانتخابات على الابواب، ايام بسيطة تفصلنا عن الانتخابات. شايفين العملية هادية، مفيش يفط، مفيش اعلانات، الناس حاسه ان مفيش انتخابات او في انتخابات. عايزين تكلمنا على استعداداتك الشخصيه للانتخابات وايه سر الهدوء ده؟ لا، هو الهدوء ده نابع من الحاله اللي بتمر بها البلاد في الفتره الاخيره. الناس اهتمامها كله بينصب على استقرار الوطن وعلى الحياه الاقتصاديه، وطبعا في رمضان وفي عيد وفي مشاكل كتير جدا عند الاسره المصريه والاسماعيلويه بالذات. فمن هنا الناس ما بتفكرش حاليا في، لكن انا اعتقد ان ال10 ايام اللي هم بعد العيد الامور هتبقى فيها مغايره تماما للامور الموجوده حاليا. واحنا طبعا يعني احنا مش يعني انا مرشح ونازل ومعايا مجموعه، فبالتالي احنا بنتحرك، ولكن بنتحرك مع الناس اللي هي اعضاء الجمعيه العموميه المحترمه، هي اللي بنقدر نتواصل معاها ويتواصلوا معانا. ولكن في الشارع لسه بدري على موضوع الدعايه وكده. وانا بقول ان اغلب الناس اللي نازله يمكن عشان اول مره يخشوا انتخابات نادي الاسماعيلي، ويمكن في ناس اول مره تخش النادي اصلا يعني المرشحين، فما هماش عارفين الليله ماشيه ازاي يعني للاسف يعني بعد قفل الباب التسديد اعتقد بعد يوم بعد العيد بعد ان شاء الله يوم الاربعاء اخر يوم في التسديدات. وانا شايف التسديدات ما شاء الله يعني ارقام مهوله عماله تدفع دلوقتي. انا ما اعرفش الناس اللي بتدفع دلوقتي الفلوس دي كانوا فين لما النادي كان عايز 10000 جنيه اللعيب يعالج والده يعني. كان فين لما قطاع الناشئين ما كانش لاقي ياكل، ما كانوش بيجيبوا يعني. انا بس بسالهم السؤال ده، يعني النهارده عاملين بتدفعوا لاي حد ماشي في الشارع بتدفع له عضويته، كويس، حاجه كويسه انك. لكن انا اسال سؤال بقى وعايز اقول لهم انه الناس اللي بتتكاتل على الدفع العضويات وتجديدها لناس هي ما تعرفهاش اصلا، ده بيجيبوا كشوفات يسددوها وبعد كده يدوروا على العنوان. انا بقول لهم ان الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاسماعيلي جمعيه عموميه محترمه جدا، ناس واعيه قوي قوي، لان هم بينتموا لنادي عظيم اسمه النادي الاسماعيلي، فلا هيتباعوا ولا هيتشاروا. ومهما جددت لهم هم عارفين مين الراجل المناسب هيختاروه، عشان 10 سنين وقفات احتجاجيه سابقه اعتقد ان هم مش عايزين يكرروها تاني، فهيجيبوا الراجل المناسب في المكان المناسب. واعتقد اللي ادى واعطى وكان باين وواضح وجوده في النادي وعارف مقدرات النادي وعارف مشاكله، اعتقد هو ده اللي هيكون له موجود في الفتره الجايه، بصرف النظر عن كل اللي بيحصل في التجديدات وكل اللي بيحصل في الدفع وكل اللي بيحصل في الارقام اللي انا واحد من الناس كل يوم بشوف يعني الحاجات اللي بتحصل دي. انا سعيد بالتجديد ده قوي، ونفسي الجمعيه العموميه، انا نفسي الجمعيه العموميه تبقى اكتر من 7-8000. امنيه حياتي اكون يعني اكون ليا التوفيق او عدم التوفيق ده مش مشكلتي، مشكلتي النادي الاسماعيلي انا وراه بره او جوه، والحمد لله. ده اللي احنا والحمد لله رب العالمين. استاذ مجدي مجاهد قبل ما يكون مرشح للنادي الاسماعيلي عارفين مساهماته للنادي الاسماعيلي وسعيه. المفروض انا مش مرشح عشان حد اكتر ما كنت بدي قبل كده، لا انا مرشح عشان يبقى عندي قوه القرار اللي اقدر اتخذه في الوقت المناسب، لان النادي محتاج كتير. طيب النادي محتاج كتير في الفتره الجايه. طيب ده اللي هيخليني اسالك برضه سؤال، ان شاء الله لما ربنا يكتب لك التوفيق اول حاجه هتعملها يا استاذ مجدي؟ اول قراراتك، اول اهتماماتك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه برضو، انا هعمل حاجه يمكن ما حصلتش في كل مجالس الاداره اللي فاتت، وهسعى ليها وهو بقوه، وده طبعي وده سلوكي في مجتمع الاسماعيليه، ان انا دايما بحب التماسك وبحب الترابط وبحب الالفه وبحب الناس تكون قلوبها على بعضها وايديها في ايدين بعضها عشان تقدر ترفع من اسم الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي عشان تبقى بس في الصوره لا يمكن هيتقدم خطوه للامام ولا هيكون في استقرار بدون ان احنا نجمع كل رموز الاسماعيليه وقيادتها السابقين والحاليين اللي داروا النادي الاسماعيلي على ترابيزه واحده، عشان الناس تفهم في المدرجات والناس تفهم في الشارع ان النادي الاسماعيلي بقى فيه الفه، فيه تآلف من جميع رؤساء السابقين والحاليين ورموز الكبار. اذا توصلنا للمجموعه دي وقعدنا، انا اعتقد ان النادي الاسماعيلي هيقف، لان كل واحد من دول المفروض هيبقى ليه دور في المرحله الجايه الصعبه. المرحله الجايه صعبه جدا، وزي ان احنا برضو مشينا بنفس الخطوات السابقه، انه رئيس سابق مشي نهدر اللي عمله ورئيس سابق مشي نقطع فيه. لا ده عيب، ده عيب. ويمكن انا دفعت كتير على الفضائيات على كل رموز النادي في الفتره السابقه من بعض الناس. كل واحد اذا كان ليه عيوب. انا رقم واحد رموز النادي الاسماعيلي ومحب النادي الاسماعيلي واللي بيتشدقوا بحبهم النادي الاسماعيلي، والناس اللي اعطت النادي الاسماعيلي فعلا ودفعت ملايين فعلا، والناس اللي جابت بطولات لازم تقعد معاه المجلس
المجلس اللي جاي انا فيه او انا مش فيه، تقعد مع المجلس اللي جاي على ترابيزه واحده في اول اجتماع. من هنا يبدا النهضه بتاعه النادي الاسماعيلي، ويبدا الاستقرار بتاع النادي الاسماعيلي، ونبدا نحقق حاجه للجمعيه العموميه المحترمه برجالها ولجماهير النادي الاسماعيلي في المدرجات اللي نفسها تحقق. فانا بقول اول حاجه انا هكون سعي ليها هي دي في اول اجتماع. اما ايه اللي انا هعمله بعد كده للنادي الاسماعيلي؟ لا، النادي الاسماعيلي محتاج كتير. النادي الاسماعيلي محتاج شغل في جميع مرافقه، محتاج في الفريق الاول زي ما انت شايف. الفرقه انا بقول ربنا يسترها ونعدي الدور الاولاني لو بدا الدوري على خير. اللي جاي ده جاي على كارثه، بيتجدد، جاي على كارثه، دماء جديده، لعيبه مشيت. مش عايزين نوعد الجماهير ان احنا جايين هنحقق بطوله بقى ومركز. لا، الجمهور واعي كده، احنا الجمهور عارف القضيه ان احنا نعدي السنه دي سنه انتقاليه، وبعد كده نقدر نجيب لعيبه كويسه، نقدر نرجع بعض اللعيبه اللي مشيت من النادي وترجع النادي، لان مشيت غصب عنها. في لعيبه كتير مشيت غصب عنها ونفسها ترجع، بيكلمونا على فكره ان هم نفسهم يرجعوا. دي حاجه. اذا رجع الوضع ده الجمهور هيرجع للمدرجات. اذا الجمهور هو رقم واحد، هو اللي بيحقق البطولات وهو اللي بيحقق الاستقرار. اذا ما وصلنا للجمهور ان النادي مستقر ولاعيبته اللي هو على قد طموحه موجوده في الملعب، اعتقد الامور من ناحيه الكوره هتبقى في حاجات ثانيه في الانشطه كتير جدا. احنا عندنا ابطال كتير جدا في الانشطه دي، برضه هنسعى ان احنا نحقق لهم استقرار ونحقق لهم استقرار المادي والمعنوي والنفسي، ان هم يحققوا النادي الاسماعيلي. يعني انا كان نفسي واحد يطلع من الاولمبياد دول. طلع كرم جابر من الاولمبي، وطلع يعني لعيبه كتير جدا من انديه ثانيه. نفسنا الدوري الاولمبي جاي يكون حد من الاسماعيليه طالع باذن الله. على المستوى الاداري في النادي انا شايف موظفين النادي كلهم كلموني مش مستريحين. في حاجات كتير جدا في داخل النادي انا شايف ان وانا جوه اصل انا بتكلم وانا عارف القضيه فين والمشاكل فين. فان شاء الله بقدراتنا اذا ربنا ادانا الموقع ده وادانا الكرسي ده اللي انا بتشرف وهتشرف بيه، ويبقى امل حياتي ان انا اكون عليه عشان اقدر اخدم ولاد النادي والنادي. اذا ربنا اداني الامل ده انا اعتقد ان انا مش هضيع لحظه من حياتي زي ما ضيعتش قبل كده ان انا اخدم النادي الاسماعيلي في كل مرافقه، في كل مرافقه، خصوصا المرض يعني احنا حاطين ايدينا عليه من كتر الواحد ما اتعامل فيه. بالعلاقات الطيبه مع رموز النادي ومع داعميه هنقدر نتواصل. بالعلاقات الطيبه مع اتحاد كوره ومجلس اعلى الشباب والرياضه واتصالاتنا بيهم وعلاقاتنا الوطيده بيهم هنقدر نتواصل. بحب اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي ورموز النادي وتالفهم مع بعض في المدرج وبعدين كلنا كده جنب بعض. انا اتمنى اليوم اللي الاقي فيه الحاج حماد قاعد جنب المهندس محمود، قاعد جنب المهندس نصر ابو الحسن، قاعد جنب الدكتور رفعت عبد العظيم في ماسوره النادي الاسماعيلي، زي ما بنشوف نادي الزمالك الرئيس بيمشي ولكن بيجي. يعني مرتضى منصور كان بيمشي وكان بيجي. المستشار رئيس النادي يعني احنا نفسنا نبقى زي جلال ابراهيم بتلاقيه متواجد وكل الانديه كده. حتى النادي الاهلي لما مشي بجنيد ولما مشي محمد عبد الوهاب وطلعوا من القائمه كانوا موجودين وبيتعاقدوا مع لعيبه وبيخدموا حب النادي. وعايز اقول مش مرتبط بكده. وعايز اقول انه 9 اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي مش هيشيلوا النادي الاسماعيلي ايا من كان، ولكن لازم دعم من بص حضرتك. النادي المؤسسي بيعتمد على لجان. النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي سموحه، نادي هليوبلس، بتبص تلاقي انه هناك لجان لتنميه الموارد، هناك لجان للاستثمار، هناك لجان للتعاقدات، هناك لجان للاعاشه. لابد ان ده يتم برضه ان شاء الله جوه النادي الاسماعيلي، لابد ان يتم جوه النادي الاسماعيلي. اذا ما قمنا بالموضوع ده وعملنا اللجان وشاركنا مجتمع الجمعيه العموميه في إدارة العملية في النادي الإسماعيلي بيجري من خلال لجان، صدقني مش هننجح. أنا شايف إن اللجان دي أساسي أساسي أساسي، وكل واحد في الجمعية العمومية محترم وله فكر له دور إن شاء الله في الفترة الجاية، وده عهد مني يعني. إحنا نتمنى لحضرتك التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب أمنيتك تتحقق إن شاء الله، ونشوف مجلس قوي ونشوف إنجازات النادي الإسماعيلي. هي الجمعية العمومية هي اللي هتجيب، الجمعيه العموميه هي اللي هتختار، وانا هحملها المسؤوليه في الفتره الجايه. كفايه 4 سنين مهادرات، 10 سنين مهادرات، عايزين 4 سنين استقرار وخدوا من المجلس الجاي. انا بقى موجود، انا مش موجود، انا مع النادي الاسماعيلي في اي مكان. ربنا يوفقك. شكرا. مجدي.